أيوة، عيش مشاعرك واحترمها كمان. احترم الألم اللي جواك، اقفل على نفسك واقعد في أوضة نومك وعيط وخرج كل اللي جواك، ما تسيبش أي حاجة جوه. فلتر كل المشاعر بتاعة الذكريات بتاعة الأيام الجميلة، طلع كل حاجة. اقعد أسبوع، أسبوعين، 3، عيش مشاعرك، احترم المشاعر اللي جواك. فلما انت تحترم مشاعرك مع مرور الوقت هتلاقي الألم عمال يقل عن اليوم اللي قبله وهتتجاوز مع الوقت. رقم 2 هي مصاحبة الألم. الألم هو ضيف رخم شوية، عايز اللي يحترمه، عايز اللي يصاحبه. مشاعر الألم هتديك نضج كبير قوي في علاقاتك بعد كده. مشاعر الألم هتعلمك حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش عن الدنيا وعن الحياة. مشاعر الألم صديق جاي يضيفلك معلومات جديدة، جاي يضيفلك خبرات جديدة هي ما كانتش عندك. رقم 3 إنك تحدد مجموعة أهداف في حياتك وتسعى لتحقيقها، وأهداف قصيرة المدى. يعني إيه أهداف قصيرة المدى؟ يعني مثلا تاخد قرار وتمشي عليه. أنا هقرأ كتاب الأسبوع ده، تجيب كتاب وتقرأه. مثلا وزنك 90 كيلو أو 100 مثلا، تقول لأ، أنا في خلال أسبوع هيبقى وزني 98، ولو وزنك 90 يبقى 88، 2 كيلو اهو، حاجة بسيطة يعني. أو لو انت وزنك قليل قوي نزوده بقى شوية عشان يبقى شكلكوا كويس. أهداف قصيرة المدى انت بتحطها لنفسك وتمشي عليها. الأهداف دي كل ما بتسعى لتحقيقها بتلاقي ثقتك بنفسك بتزيد، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتتخطى لأنك بقيت مشغول قوي. والبني آدم اللي بيبقى مشغول قوي بنفسه بيبقى عنده سرعة في التعافي، لأنه هو مش مركز مع حد غير نفسه وبس. رقم 4 لو سمحت علاقتك انتهت بشخص فالشخص ده مات. يعني ايه مات؟ يعني ما ينفعش نراقبه على السوشيال ميديا، يعني ما ينفعش نسأل عليه الناس، يعني ما ينفعش اعمل اكاونتات فيك او ارقام فيك واقعد اتصل عليه ابعت له بقى على واتساب، تليجرام. طول ما انت بتعمل كده مش هتتعافى، هو خلاص مات. لما حد بيموت حد بيقعد ينخور وراه؟ ما تنخورش، امسح اي حاجة كانت ما بينكم عشان تقدر تتعافى وتعدي الموضوع ده.